ودي على السؤال الأخير. تفضل. عندنا شيخ هناك من يقول قل هناك من يقول في بلادنا يجوز التبليغ للمخابرات عن بعض من يظن أنهم ينتموا إلى بعض الجماعات أو متيقن أنهم ينتموا إلى بعض الجماعات، بغرض أن هذا من النصح لولي الأمر وأن هذا هو منهج السلف، فما رأيك يا شيخ؟ رأيي ما بني على فاسد فهو فاسد. هل في الحكم الإسلامي مخابرات؟ لا. وخير الجواب ما قل ودل. وهذه من المصائب أن نحاول تبرير وتسليك المخالفات باسم ولي الأمر هكذا يريده. جائزة الدراسات الإسلامية وموضوعها هذا العام الجهود العلمية التي عنيت بالحديث النبوي تحقيقا وتخريجا أو دراسة، وقد فاز بها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني السوري الجنسية، ورشحته للجائزة الندوة العالمية للشباب الإسلامي ومكتب التربية العربي لدول الخليج. وشهرته تجعلني لا أحتاج في تقديمه إلى أكثر من القول إنه خادم السنة محمد ناصر الدين الألباني. فليتفضل الشيخ شقرا لتسلم جائزته وإلقاء كلمته نيابة عنه. هؤلاء الأمراء إذا أمروا بشيء فيه مصلحة للأمة فأطيعوا في ذلك فلا مانع، أما إذا كان في معصية لله أو لرسوله فهنا يأتي القول السابق: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأن نموت فرادى لا رابطة لنا ولا جامعة لنا، لا نعصي الله ورسوله في مسألة واحدة خير لنا من أن نجتمع على الضلال وعلى منهج يقررونه وهم يعلمون أنهم يخالفون فيه الشرع في كثير من أوامره. لا تحسنوا ظنكم أنتم بالحكام، لأن الحكام لا يحكمون بما أنزل الله، وأنت شايف الفسق والفجور ماشي رغم أنف كل المشايخ. فلو المشايخ بيقوموا قومة واحدة أمام الحكومة هذه لأوقفوها عند حدها، لكن هي تفعل ما تريد رغم أنف المشايخ.